عاملين ايه يا حلوين؟ اتمنى يكون بابا عرف يجاوب على الاسئله، ويكون جده او تيتا عرفوا يجاوبوا على الاسئله، او حتى لو ما عرفوش احنا نكون حفظناهم. نكون قعدنا نقول النغمات بتاعت السلم الموسيقي اللي اخدناها الحصه اللي فاتت، اللي هي دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي. طيب ايه اللي احنا هنتعلمه النهارده؟ ايه اللي هناخده النهارده؟ لو تفتكروا الحصه اللي فاتت انا اتفقت معاكم على اتفاق ان احنا هنتعلم النهاردة ازاي او فين مكان كل نغمة. نغمة الدو مكانها فين، ادوس بصباعي على انهي نغمة. نغمة الري مكانها فين، نغمة المي مكانها فين، وكده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الزراير دي كلها؟ ايه كل الزراير البيضاء والسوداء دي؟ حد شاف المنظر ده قبل كده؟ يعني حد يعرف يقول لي النغمات فين؟ يعني ادوس فين انا دلوقتي؟ فين الدو وفين المي وفين ايه الكلام الصعب ده؟ الزراير طلعت كتيرة قوي، مش عارف ادوس فين. ما تخافوش ما تخافوش، الموضوع سهل. اصبروا بس شوية. فاكرين اول نغمة خدناها المرة اللي فاتت كان اسمها دو؟ مين بقى في كل دول كده اسمه دو؟ اقدر احدده ازاي؟ اقول لكم على حاجة، ركزوا كويس. ده شكل الاورج اللي عندكم في البيت، الزراير كلها متكررة، فاحنا هنركز في حتة واحدة هي اللي هنتعلم فيها، والباقي كله متكرر زيه. يعني انا لو فهمت الحتة الواحدة اللي انا هتعلم فيها دي، كل الزراير التانية متكررة، فانتوا ركزوا بس في الحتة اللي احنا نتعلم فيها. الحتة اللي احنا نتعلم فيها اللي هي دي، شايفين الحتة دي؟ هي دي بالظبط اللي احنا هنتعلم فيها. اوكي. طيب تعرفوا تعدوا معايا الزراير السوداء؟ كام زرار اسود هنا؟ انتوا هتلاقوا ان في هنا زرارين لونهم اسود، وهنا 3 زراير لونهم اسود. تعرفوا نغمة الدو هي انهي نغمة في دول؟ نغمة الدو هي الزرار الابيض اللي قبل الزرارين اللي لونهم اسود. حلو. يعني ينفع اقول ان نغمة الدو هي النغمة دي اللي قبل ال3 زراير اللي لونهم اسود؟ لا، نغمة الدو هي النغمة اللي لونها ابيض، هي اول نغمة خالص اللي قبل الزرارين اللي لونهم اسود. متفقين؟ دي اول حاجة. طيب فاكرين من المرة اللي فاتت النغمات بتاعت السلم الموسيقي كان اسمها ايه؟ كان اسمها دو، ري، صح؟ يعني لو دي اسمها دو، النغمة اللي بعديها اسمها ايه؟ اسمها ري، يبقى الزرار اللي بعديها على طول اسمه ري. يعني دي اسمها دو وده صوتها، ودي اسمها ري وده صوتها. متفقين؟ يبقى أول حاجة لازم أكون عارفها هي النغمات بتاعت السلم الموسيقي. هقولها تاني آخر مرة: دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي. ال7 نغمات دول أنا لازم أكون عارفهم. تاني حاجة مهمة لازم أكون عارفها، أول نغمة فيهم اسمها إيه اللي هي الدو، ومكانها فين. مكانها هنا، اللي هو الزرار الأبيض اللي قبل الزرارين اللي لونهم أسود، اللي هو ده. طب لو انا عرفت ان ده هو الدو، انا عارف ان النغمة اللي بعديه اسمها ري، اروح للي بعديه واقول ري. طب النغمة اللي بعديه اسمها مي، اروح للي بعديه واقول مي. والنغمة اللي بعديه اسمها فا، اروح للزرار اللي بعديه واقول فا. ايه ده؟ ده نفس اللي انا حفظته الحصة اللي فاتت وسألت فيه بابا وسألت فيه جد وسألت فيه تيتا. هو ده بالظبط الزراير دي. يعني ايه؟ مش فاهم. تعالوا افهمكم. بصوا كده هنا، ايه رأيكم تعملوا زيي؟ دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي. حلو كده. اللي احنا كنا بنقوله وبنسمعه هو هو بالظبط هنا. اللعبة الوحيدة في ان انا احدد نغمة الدو فين. مين فيكم شاطر يعرف يحدد نغمة الدو على البيانو او على الأورج عنده؟ اوكي، حددنا نغمة الدو. حلو. طيب مين فيكم شاطر يعرف يعمل زي كده بالظبط؟ استنوا ما تجربوش، شوفوا انا هعمل ايه الاول وبعد كده قلدوني. دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي.
مين فيكم شاطر يعرف يعمل ده؟ قبل ما تعملوا اي حاجة حددوا نغمة الدو فين. الزرارين اللي لونهم اسود اهم، يبقى ده الصباع ده يتحط على النغمة بتاعت الدو اللي هي الابيض اللي قبل الاتنين اللي لونهم اسود، اللي هي كده. هفرجكم كمان مرة عشان انتوا تشتغلوا بعدي. دو ري مي فا سول لا سي. هقول لكم بقى على حاجة جميلة قوي هنعملها النهاردة. احنا النهاردة هنتعلم ازاي نعزف السلم الموسيقي كله ورا بعض. يعني ايه؟ يعني اعزف كده دو ري مي، لا مش هعزف كده، هعزفه كله ورا بعض. ازاي يعني؟ هعزفه كده بالظبط. ايه ده؟ ازاي انا عملتها كلها بايد واحده؟ في حاجه انا ضحكت عليكم فيها في النص، خدوا بالكم كويس. بصوا انا لفيت ايديا فين. التمرين ده مهم قوي. انا لو عرفت اعزفه كويس كده انا عرفت اعزف السلم الموسيقي كله بايد واحده. هقول لكم ازاي بيتعزف. اول حاجه بعملها ان انا احط الصباع الكبير ده على نغمه الدو. الصباع ده على نغمه الدو. طيب وبعدين هعمل كده دو ري مي، الثلاث صوابع يبقوا جنب بعض. الثلاث صوابع دول يبقوا جنب بعض. دو ري مي. طب وبعد لما الثلاث صوابع ينزلوا، الصباع ده هيلف من ورا، يعني بدل ما هو كان هنا هيلف ويجي هنا تاني. ممكن تجربوا الحتة دي لوحدها. جربوا الأول دو ري مي. دو ري مي. دوركم. شطار، برافو عليك. جربوها مرة كمان. تعالوا نعزفها سوا. 1 2 3. دو ري مي. طيب اللي لسه معرفش يعملها يوقف الفيديو ويقعد يجربها كذا مرة تاني، واللي عرف يعملها يجربها تاني معايا. احنا هنعزفها 3 مرات. المرة الأولى 1 2 3. حلو، في ناس عرفت تعملها وناس لا. تعالوا نجرب تاني، اعزفوا معايا. المرة التانية 1 2 3. شطار. المرة الأخيرة اعزفوا معايا. 1 2 3. برافو. طبعا عادي ان ممكن احنا نسرع شوية او نبطأ شوية او نتلخبط ما نعرفش نعملها، مش مشكلة، ده عادي انه يبقى في الاول عادي. طيب تعالوا نجرب الحتة الاصعب شوية، ان احنا هنزود نغمة الفا. دو ري مي فا. يعني بعد ال3 زراير دول لما انا دوست عليهم لفيت بالصباع ده ونزل هنا. دو ري مي فا. طيب اللي عرف فيكم يعزفها يجربها معايا. هنعزفها مرتين. المرة الأولى 1 2 3. دو ري مي فا. المرة التانية اعزفوا معايا. 1 2 3. دو ري مي فا. طيب ايه اللي انا المفروض اتعلمه بعد لما اوصل للفا؟ انا دلوقتي عملت الدو والري والمي ولفيت بصباعي ده هنا وصلت للفا. ركزوا بقى في الحتة دي عشان هتعجبكم. مش انا واقف هنا عند الفا، الصوابع دي هتروح كده. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. تعالوا نعملها تاني. دو ري مي فا. الصباع الجاي انهي واحد؟ مش انا عند ده، مش الصباع الكبير هو اللي دايس هنا. ايدي هتلف بحيث ان الزرار ده
الصباع اللي جاي اللي عليه الدور هو اللي يدوس عليه كده. تاني، ده اللي عليه الدور هو اللي يدوس، ومش ده لوحده، لا كلهم، كل اللي عليهم الدور. يعني انا اول لما اوصل للحته دي هحط صباعي ده وكل الصوابع اللي جايه بالترتيب معاه، يعني ده الاول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس. ازاي بقى كلها بتتعزف كده من الاول؟ اول 3 صوابع عادي، وبعد كده بلف الصباع ده كده، وبعد كده دول كلهم يجوا جنبيه بالترتيب. يبقى كلها ازاي بتتعزف مع بعض؟ بتتعزف كده. لو اللي بيتعلم سنه 5 سنين او 6 سنين هيلاقي صعوبة شوية في حركة ايده وفي وضع ايده، في حركة ايده في الحتة دي، ان هو يلف ايده كده، دي هيلاقي فيها صعوبة شوية، بس بالراحة خالص بالتمرين هيقدر يعملها. وهيلاقي صعوبة شوية تاني في وضع ايده، ودي لو هو من سن 5 سنين لسن 8 سنين هيلاقي صعوبة في وضع الايد نفسه، هيلاقي ايده ساعات بتعمل كده. المفروض الوضع الصح بتاع الايد على الاورج او على البيانو هو ان الايد تبقى كده زي في الصورة بالظبط كده، كأن الواحد ماسك تفاحة او ماسك اي حاجة مدورة صغيرة وحاطط ايده كده. طبعا الموضوع ده مش هيجي من اول مرة، الموضوع ده هياخد تمرين شوية، بس على قد ما نقدر ان الايد ما تبقاش كده، ما تبقاش تعزف كده، لا الايد تعزف كده تبقى لفوق. تمام. طيب الواجب اللي مطلوب مننا يا حلوين نعمله المرة دي هو ان احنا نعزف التمرين بتاع عزف السلم الموسيقي بايد واحدة. ازاي؟ كده. قبل ما تسيبوا الفيديو ده لازم تكونوا بتعرفوا تعزفوها. طب هنختبر نفسنا ازاي ان احنا بنعرف نعزفها؟ هتعدوا معايا 1 2 3 وهنعزف سوا. يلا بينا. 1 2 3. برافو عليكم، ده انتوا طلعتوا شاطرين خالص، شطار. طيب تعالوا لي بقى علشان في مسابقة دلوقتي هتحصل ما بينك انت وماما. مش ماما المفروض قاعدة جنبك دلوقتي؟ انا هسأل سؤال وانتوا الاتنين المفروض تجاوبوا عليه. مين فيكو يقدر يقول لي اسرع فين نغمة الفا؟ هنا هي دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا انهي واحدة فيهم؟ اللي يعرف الاول يحط ايده على نغمة الفا. ايه اللي حصل؟ اتلخبطتوا شوية؟ طب بالراحة. اول نغمة هي الدو، وتاني نغمة الري، مي، فا، صول، لا، سي. من المرة اللي فاتت انتوا المفروض حافظينهم كويس، اللي حافظهم كويس هيعرف يلعب معايا حلو. طب ممكن يا ماما تجيبي ورقة وقلم عشان هنلعب دلوقتي بدرجات؟ احنا دلوقتي هيبقى قدامنا 5 محاولات، كل محاولة فيهم هناخد درجة، الدرجة دي هتكون من 10. يعني لو جاوبنا بسرعة ناخد 8 من 10، 9 من 10، 10 من 10. لو جاوبنا بطيء ممكن ناخد 7 من 10. اوكي. اول محاولة، مين فيكو يقدر يجيب لي بسرعة فين نغمة الري؟ اوكي شطار، دي نغمة الري، برافو. طيب تاني مرة، مين فيكو بسرعة يقدر يجيب لي فين نغمة الفا؟ ها فين الفا؟ برافو. في حد عمل كده، عمل عد بالراحة خالص، دو ري مي فا، هو ده اللي المفروض يحصل. اللي عمل كده برافو عليه ان هو عرف يعمل كده. طيب المحاولة الثالثة، مين فيكم بسرعة يعرف يجيب نغمة السول؟ برافو.
برافو، دي نغمة الصول. طيب المحاولة الرابعة، مين فيكم يعرف بسرعة يجيب نغمة الدو؟ شطار، دي أول نغمة، دي المفروض عيني على طول تنزل على الزرارين اللي لونهم أسود، يبقى ده الزرار اللي قبلهم على طول، دي نغمة الدو. آخر سؤال وأصعب سؤال، مين فيكم بسرعة يقدر يجيب نغمة السي؟ سي، برافو، هي دي نغمة السي، شطار خالص. طبعا مش عايز اقول لكم بابا اول لما يجي النهارده قبل ما يعمل اي حاجه، خد تعال وريني هنا، اساله في كل نغمه بالترتيب، قول لي يا بابا فين هنا نغمه الدو، هو يقول، لو معرفش اوعوا تخلوا ماما تساعده، هو يدور على النت ويجيبها. فين نغمه الدو؟ اوكي. طيب شاطر يا بابا، فين نغمه الري؟ اهي. شاطر يا بابا، فين نغمه المي؟ لغايه الاخر. لو معرفش ما تنسوش اقعد خلوا ماما تساعده. لو عجبكم الفيديو بابا عرف يجاوب على الأسئلة اللي فاتت دي وحابين تلعبوا تاني، اتفرجوا على الفيديو الجاي في ذا بيانو بارتي. أشوفكم المرة الجاية، باي باي.